المرة اللي فاتت اتكلمنا عن وسائل اكتشاف الحمل أيام الفراعنة، وكيف اكتشفت أم آدم رع أنها حامل وعرفت إن الجنين بتاعها ولد والّا بنت عن طريق التبول في أحد الأواني الفخارية، الأولى بها شعير والثانية بها قمح، وعرفنا إن من وقتها لحد الوقت ده بيقولوا أي واحدة قربت تفقس قمحة والّا شعير. المرة دي بقى هاحكي لك قصة أبو آدم رع وإزاي اكتشف إن عنده السكر. السلام عليكم، ازيك يا عزيزي عامل إيه؟ أحدثك بعد أحد النبطشيات في أحد الوحدات الصحية المنتشرة في أحد الفلاحين في الجمهورية، طول ما أنت قاعد، ازيك يا دكتور عامل إيه؟ كويس الحمد لله، قول يا بنت دكتور هو أهو، ابني كان بيلعب بقرص جيلي ودخل في رجله مواضيع كتير هاحكي لك عليها بعدين، المهم دلوقتي بُص يا عزيزي، دلوقتي إحنا بنكتشف إزاي إن إحنا عندنا السكر، بعيد الشر عنكم يعني، المصريين دلوقتي أي واحد بيوصل سن 25 من الضغوط النفسية والافتراء على نفسه بنسبة كبيرة معرض إن ييجي له السكر، كل اللي اتقال إشاعات السكر والمصريين إخوات، إحنا دلوقتي بنكتشف إن أي حد عنده السكر إزاي؟ يكون ماشي في أمان الله، شاب طويل القامة، مليء الوزن، ملوي الهدوم، عريض المنكبين، شلولح، يفلق الشباك اللي ورايا ده نصين، وإذ بيه فجأةً يحس إن هو مهما ياكل عنده هبوط، ومهما ياكل بدأ يخس، وما بينامش الليل من كتر ما بيخش الحمام، بس لو أنا جيت اتكلمت بقى بالبدلة والدكتور بيقول لك ازيك يا دكتور عامل إيه؟ ما علينا نرجع لموضوعنا، دي حكاية طويلة هاحكيها لك، بس أنت ما تنساش اللايك والسبسكرايب تحت بس، واكتب لي في الكومنتات تحت تحب نتكلم إيه الفترة الجاية، تعالَ أما أقول لك إزاي أبو آدم رع اكتشف إن هو عنده السكر، اللي ما يعرفش مين أبو آدم رع يسمع الفيديو اللي فات، بس ببساطة شديدة أبو آدم رع شاب في مقتبل العمر لسه مكتشف هالحين إن مراته حامل في أمونة، أصل القمحة هي اللي نمت، وما شاء الله عقبالكم شال أمونة وراح يوقدها، لو أنت ما تعرفش أبو آدم رع أنا أقول لك مين هو أبو آدم رع، يعني الشهامة، يعني الرجولة، يعني في الشدة شديد وفي القوي أوي، أوي أوي، واضغط على دي أوي أوي، الراجل ده كان بيتحرق أوي لأصحابه، فدايمًا عايش في ضغط نفسي، وإذ بيه فجأةً مش عارف ينام الليل، ليه؟ أصله عمال يخش كل شوية الحمام، فقال ياخد بعضه ويروح إلى أحد المسلات في سقارة، هتقول لي استنى يا دكتورة، سقارة دي فيها هرم، هاقول لك لأ زمان كان في مسلات، أصل مصر معروف عنها إنها إيه بلد المسلات، مشيها المسلات. المهم راح لحكيم سقارة تحت أحد المسلات، المعروف عن المصريين القدماء أنهم ممارسون جيدون للطب، وقد ورثوا تلك الجينات لأبنائهم، وده واضح أوي في النسل الناشئ، ما شاء الله كل واحد فينا ليه نشأة طبيبية كده، لا دخل طب ولا صيدلة ولا أسنان ولا علاج طبيعي، بس عايز أقول لك لو حصل قدامه حاجة هتلاقي جوجل بيتكلم، حتى لو ما فيش صيدلية ما بيقفش، إيه ده في حرق معجون سنان ولايط، إيه ده في جرح اكبسها بُن، والّا أقول لك عُكها زبلة حمام، طبعًا دي حاجات تودي في داهية بس ده مش موضوعنا، تعالَ أمّا أقول لك أبو آدم عمل إيه، حكيم سقارة طلّع له كوبايتين بلاستيك، برضه بتعدّل عليَّ، ما فيش بلاستيك زمان، يا عم ولا يهمك، قام حكيم سقارة بأخذ أحد الأواني الفخارية وإعطائها لأبو آدم، وقال له: "يا أبو آدم رع تبوّل في هذا الإناء." هتقول لي: "يا دكتور أنا واخد بالي إن كل مواضيعك فيها تبوّل." هاقول لك: "عزيزي مش بإيدي، ما هو تقريبًا كل حاجة في جسمك بتخرج فين؟ بتخرج في البول، فإحنا هناخد رحلة طويلة مع ازيك يا دكتور عامل إيه؟ كويس الحمد لله." باقول لك في كمية حكايات، بس اكتب لنا في الكومنتات تحت لو أنت عايز تسمعها. نرجع لموضوعنا، أبو آدم ياخد الإناء الفخاري ويروح متبول فيه، ويديه للحكيم، الحكيم هياخد منه الإناء اللي فيه البول ويقول له قدامك 2 options، option فوري وده الفيزا بتاعته غالية شوية، وهو إن بكل بساطة هيجيب واحد من الهند، ما أنت عارف الهند بيعبدوا البقر فبيشربوا البول بتاع ازيك يا دكتور عامل إيه؟ ما علينا نرجع، المهم هيجيب له واحد من الهند يدوق له البول، يدوق له البول، آه يا عزيزي ما هو البول بينزل فيه سكر، ودي الفكرة أصلًا إن السكر بيكون كتير جدًا في الدم، وده مضر جدًا للجسم، لو السكر عين عن اللازم، طب هو السكر طبيعي بيروح فين؟ بيروح للخلايا عشان تاكل، طيب هو في أنسولين ياخد السكر ده ويدخله جوه الخلايا؟ هتقول لي لأ، فالسكر بيعلى أوي، 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 والخلايا في نفس ذات الوقت شايفة السكر بس مش عارفة تدخله، ليه؟ عشان المفتاح الوحيد هو الأنسولين، فزيادة السكر الزيادة دي هتأذي الجسم، فالخلايا تبدأ تحرق طاقة لدرجة إنها تبدأ تستهلك الدهون، عشان كده مريض السكر في الآونة الأولى من المرض بيبدأ يخس وينزل في الوزن، المهم الجسم السكر لما يعلى فيه أوي ما يلاقيش غير مخرج واحد فقط هو الكلية، يا كلية اتفضلي خلصينا من السكر إزاي، والمعروف عن السكر إن هو ذات أسموزية عالية، لو أنت معانا في ثانوية عامة هتلاقيني كده بلخص لك حتة الأسموزية كده إن المَيّة كلبة ملح، أو بمصطلح أفضل إن المَيّة كلبة ذائبات، السكر الكتير بيترمي في الكلية ويروح ساحب وراه مَيّة، وده السبب اللي بيخلي البول بتاع مريض السكر طعمه مسكر، هو بالفعل فيه سكر، فالمريض يرمي سكر، السكر يسحب وراه مَيّة وهلم جرا، عشان كده أي حد عنده السكر عالي هتلاقيه بيخش الحمام كتير، فكده كمية المَيّة اللي خارجة منه بتكون مسكرة، فالأوبشن الفوري هو إن هو يدوق، وبالفعل زمان كان الهنود ما عندهمش أي مشكلة في البول طبعًا، فكانوا بيدوقوه يريحوا دماغهم. الأوبشن التاني لإن إحنا مصريين بنقرف من الحاجات دي، وهو إنه يروح ياخد الإناء الفخاري الذي يحتوي على بول أبو آدم رع ويضعه تحت أحد النخلات، ليه؟ عشان النخل تحته بيبقى فيه نمل، بس بعد ما يغليه، هيغليه ليه؟ هيغلي البول عشان يبدأ يبخر المَيّة ويترسب الإيه؟ السكر تحت، ويبُص لو النمل اتجمع على الحاجة البيضا اللي مترسبة تحت ديّة، يبقى ده
سكر. طب لو النملة عدّى كده ولا عبّرها، إذًا الراجل ده عنده أملاح زيادة مش أكتر. المصريين برضه غير، ولا أي ولا زي، والنانا في التيتة والتيتة في النانا. ازيك يا دكتور عامل إيه؟ كويس. ده أنا باقول لك في ده بُص، ده أنا شايلك على القناة دي. لأ مش هيبقى في كلّه قرف كده، ما تقلقش، ما تقلقش. مش هاسيبك إلا لمّا ترجّع. المهم يا عزيزي، الفيديو كده أنت استفدت منه. أول حاجة عرفت أعراض مرض السكر، عرفت ليه المريض بيخس وبيتبول كتير، وعرفت إزاي إن مريض السكر كان بيعرف إنه عنده السكر، والأهم من ده كلّه ازيك يا دكتور المهم الفيديو بما إنه عجبك، انزل تحت اكتب لنا إنه عجبك، واكتب لي باحبك يا دكتور عشان أقول لك وأنا كمان. وأنت طالع هتلاقي زرار لونه أحمر، اضغط عليه كما تضغط عليك الدنيا، وحوّله إلى اللون الرصاصي، ثم فعّل الجرس وطلّع له قرنين عشان يوصلك إشعار بكل حلقة جديدة، وروح لي هناك على الإنستجرام، هتلاقيني راشق على الإنستجرام عشان تعيش معايا مغامراتي في أحد الوحدات المحلية جمهورية مصر العربية. وزي ما اتعودنا بننهي بأخيرًا صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين and as always be healthy and be safe. سلام عليكم. ازيك يا دكتور عامل إيه؟ كويس؟